طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب الراية والمسهل بأهم وأبرز ما جاء فيها. حملة تطعيم للمواشي ضد الأمراض الحيوانية في أبوجاز. تواصل الجهود لرفع الإنتاج الزراعي في المزارعات. أنشطة فعالة لضمان الصحة العامة في الإقليم الأوسط. مقتل 9 جنود في هجوم إرهابي على معسكر أمني وسط مالي. سوريا تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لصواريخ إسرائيلية. وظريف يعتبر قرار محكمة العدل الدولية انتصارا قانونيا لإسرائيل. مرحبا بكم. يقوم مكتب وزارة الزراعة في مديرية قردات بحملة تطعيم شاملة للحد من الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان، خاصة الإجهاض والطاعون البقري وغيرها من الأمراض الحيوانية الخطيرة. وأوضح مسؤول المكتب السيد تيدروس جبر ماريام أن إجهاض الماعز والأضنان والأبقار والدواب ينتقل عن طريق شرب المياه الملوثة وكذلك العشب بسوائل المشيمة، وإجهاض الجنين ويحدث في أشهر الحمل ما بين الرابع وحتى السابع. ويقوم المكتب بحملة التطعيم إدراكا للمخاطر التي يحدثها على الإنسان والحيوان. تجدر الإشارة بأن الدراسة الاستكشافية التي أجريت من شهر يناير وحتى يوليو عام 2020 في المديرية بينت إصابة 25 مواطن بالمرض في ضواحي أندرايب وإدغنري وحواغو وسوليب وقسطي وكرشملة ودرت وعلي باناي وعدردي. وقال السيد تدروس إن خطوات جادة تتخذ لمكافحة المرض بالتعاون بين مكتب وزارة الزراعة في مديرية قردات وقسم الثروة الحيوانية في إقليم القاش بركة، وكذلك المكتب المركزي لحماية الثروة الحيوانية. وأشار إلى تطعيم أكثر من 60 ألف من الماعز والأغنام حتى الآن ضد مرض الإجهاض، من جملة أكثر من 280 ألف رأس من الماعز والأغنام، وأن حملة التطعيم مستمرة، إضافة إلى تطعيم الكلاب ضد داء الكلب. وذكر السيد تيدروس القيام بأنشطة توعية للمزارعين وأصحاب المواشي بشأن مختلف الأمراض الحيوانية، داعيا المواطنين لعدم شرب الألبان غير المبسترة وعدم أكل اللحوم النية وتطعيم الكلاب بانتظام. أعرب مزارعو دبعت في مديرية قرورة عن أملهم بحصاد محصول وفير استفادة من الأمطار الشتوية الجيدة. وأوضح المزارعون قيامهم بالاستعدادات اللازمة قبل حلول موسم الأمطار الشتوية والحراسة في أوانها مع بدء هطول الأمطار والاستفادة من السيول بتحويلها إلى المزارع. وقال مسؤول الزراعة في مديرية قرورة السيد آدم صالح إنه تم زراعة مساحة أكثر من 3000 هكتار بالدخن هذه السنة، مؤكدا الأوضاع الجيدة للمواشي لحصولها على الماء والمراعي. وأشار السيد آدم صالح إلى توظيف وزارة الزراعة كافة القدرات للتصدي للجراد الذي ظهر في المنطقة. أعلن مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط تنفيذ أنشطة صحية فعالة عام 2020 تمثلت في ضمان الصحة العامة ورعاية الحوامل وخدمات الولادة والصحة الإنجابية ومتابعة نمو الأطفال والتغذية والتطعيم ووقاية ومعالجة الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحة كوفيد-19 وغيرها من الأنشطة الصحية. وأوضح السيد يوحنس جيشو مسؤول الخدمات الصحية في المكتب بأن أكثر من 14 ألف من الحوامل قامت العام الماضي بمتابعة صحتهن وصحة جنينهن، ووضعت 80% منهن في المؤسسات الصحية، وتقديم 11 نوعا من أنواع تطعيم الأطفال بطرق منتظمة بنسبة 98%، فيما بلغت نسبة التطعيم ضد السحاعي 99%. وأضاف السيد يوحنس إصابة 11 شخص بفيروس المناعة المكتسبة ال HIV
من أصل 23630 قاموا بفحص طوعي ما يعادل نسبة 0.29%، فيما كانت نسبة الإصابة من أكثر من 14,000 حامل ب 0.06%. والانخفاض الذي ظهر في نسبة الإصابة هو نتاج للوعي العالي واتباع سبل الوقاية اللازمة. وأشار إلى وجود 10 مؤسسات صحية تقوم بإجراء كشف مرض السل في الإقليم الأوسط، فيما تقدم الخدمات في المناطق البعيدة عبر 70 من وكلاء الصحة الريفية الذين تلقوا دورة تدريبية وتأهيلية، موضحا بلوغ نسبة الشفاء من مرض السل 92%. كما أشار إلى التوزيع المنتظم لأدوية ضغط الدم والسكري والربو وتقديم سيمينارات مكثفة لرفع الوعي، مشيرا إلى أن التهابات جهاز التنفس العلوي وكذا الالتهابات الرئوية من أهم الأمراض الظاهرة على الأطفال تحت 5 سنوات. من جهته أفاد مسؤول وحدة الصحة البيئية في مكتب الصحة بالإقليم الأوسط السيد أبراهام بلاي بأن الجهود الجارية لإدخال برامج الإصحاح البيئي في الإقليم ساهمت في تنفيذ البرامج بنسبة 97%. وتوجد في الإقليم الأوسط 38 مؤسسة صحية، منها مستشفى و3 مستشفيات عمومية و7 مراكز صحية و27 عيادة. أفاد المهنيين الصحيين والمستفيدون من الخدمات الصحية التي تقدمها عيادة فلفلة في مديرية هاورو بإقليم عنسبة، أفادوا بتقديمها خدمات مرضية. وأوضح مسؤول العيادة الممرض سعيد علي أن تطعيم الأمومة والطفولة سجل عام 2020 أعلى نسبة بلغت 93%. وأضاف الممرض سعيد بارتفاع نسبة الولادة في العيادة ب 15%، والنسبة العالية منها تابعت أوضاع صحتها وصحة جنينها قبل الولادة على الأقل 4 مرات. كما ذكر بانخفاض نسبة الإصابة بالملاريا ب 7% مقارنة بعام 2019، فيما بلغت نسبة الإصحاح البيئي الأهلي أكثر من 95%، وهذا خير شاهد على الوعي العالي المرسخ لدى المواطنين. وتقدم عيادة فلفلية المشيدة في ضاحية فلفلية الواقعة على بعد 32 كيلومتر من حاضرة إقليم عنسبة مدينة كرن، تقدم خدمات الرعاية قبل وبعد الولادة والإسعافات الأولية ومعالجة الأمراض المعدية وغير المعدية والإرشاد الصحي. مشينا لفاضل فاصل قصير ثم الأنباء على الصعيد العالمي. أعلنت مصادر أمنية في مالي أن 9 جنود قتلوا في منطقة وسط البلاد عندما تعرض معسكر أمني لهجوم من قبل إرهابيين مدججين بالسلاح في عربات مدرعة. وقال مصدر عسكري مالي طلب عدم الكشف عن هويته إن المعسكر أصيب بأضرار بالغة، مشيرا إلى أن المهاجمين سرقوا الكثير من المعدات. ومن جانبه قال الجيش المالي إنه تلقى دعما جويا من مهمة برخان الفرنسية المناهضة للجهاديين في منطقة الساحل، مؤكدا أن الإرهابيين تكبدوا خسائر كبيرة لكنه لم يذكر تفاصيل. ويعد هذا الهجوم هو الأحدث في الصراع الوحشي الذي اندلع في مالي منذ عام 2019. وشهد وسط مالي سلسلة من الهجمات المميتة منذ بداية العام الجاري، كما نفذت القوات الفرنسية والمالية مهمة مشتركة في المنطقة. وبحسب بيان للجيش المالي في 26 من يناير تم القضاء على 100 إرهابي في المهمة. أفاد الإعلام السوري الرسمي نقلا عن مصدر عسكري أن صواريخ إسرائيلية استهدفت محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، وقد أسقطت الدفاعات الجوية السورية معظمها. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعا عسكريا تابعا لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف محافظة القنيطرة، ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي. وكشفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا.
ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي قبل بضعة أسابيع أنه قصف خلال العام 2020 حوالي 50 هدفا في سوريا من دون أن يقدم تفاصيل عنها. وتقرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولة إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. أبدت الولايات المتحدة خيبة أملها إزاء إعلان محكمة العدل الدولية اختصاصها للنظر في العقوبات الأمريكية التي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أعادت فرضها على طهران. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعتبر سابقا أن رفض محكمة العدل الدولية للاعتراضات الأمريكية بعدم اختصاصها للنظر في الخلاف بين أمريكا وإيران هو انتصار قانوني آخر لطهران. وكانت أعلى محاكم الأمم المتحدة قالت إنها مخولة في البت بالطلب الإيراني لإلقاء العقوبات الأمريكية التي أعادت فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على طهران. وكان ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي كانت قد رفعت مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، وذلك في محاولة من الإدارة الأمريكية السابقة لإجبار طهران على التفاوض على بديل من شأنه أن يفرض قيودا إلى أجل غير مسمى على برنامجها النووي، ويوقف أيضا تطويرها للصواريخ البالستية. وفي النبأ الأخير، دربت عيادة بيطرية في ألمانيا الكلاب البوليسية على رصد فيروس كورونا المستجد في عينات اللعاب البشري بنسبة دقة بلغت 94%. وقالت إيسر شالكا التي تعمل في مركز بيطري لتدريب الكلاب تابع للقوات المسلحة الألمانية، قالت إن الكلاب تعتاد أولا رائحة كورونا التي تأتي من خلايا المصابين بالفيروس قبل أن تبدأ مهمتها. من جانبه قال هولغر فولك رئيس العيادة البيطرية: أجرينا دراسة جعلنا خلالها الكلاب تشم عينات من مصابين بكوفيد 19، ويمكننا القول إن نسبة النجاح في دراستنا بلغت 94%. وكانت فنلندا بدأت في سبتمبر تدريب الكلاب على رصد فيروس كورونا المستجد في عينات مأخوذة من المسافرين بمطار هيلينسكي فانتا ضمن مشروع تجريبي بجانب إجراءات الفحص المعتادة في المطار. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.